الفلوس معاهم زي الرز وبيلعبوا بالملايين لعب، وبالنسبة لهم المليون الواحد ولا حاجة، تسليك سنان يعني زي ما بيقولوا. والدهب عندهم أشكال والوان. وياسمين صبري ثروتها معدية ال7 مليون دولار. فيفي عبده عندها ثروة لو وقفت عليها هتشوف جنوب إفريقيا. وثروة ياسمين عبد العزيز محدش يتخيلها. ومنى زكي بتنافس أغنى رجال الأعمال في العالم كله بثروتها. ويسرى عدت ملايين الجنيهات ودلوقتي ثروتها بالدولار. وثروة إلهام شاهين حكايتها حكاية. الكلام هنا عن أغنى 6 فنانات في مصر. إيه حكاية عربية ياسمين صبري اللي من ضمن ثروتها؟ يا ترى ياسمين عبد العزيز قدرت ازاي تجمع الثروة دي كلها؟ تفاصيل كتير هقولكوا عليها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. فنانات مصريات بينافسوا أغنى رجال الأعمال في العالم كله، مش بس في مصر. ثروتهم اللي جمعوها من شغلهم في الفن بينافسوا بيها. أيوة، عملوا حساب الزمن وما صرفوش ثروتهم على الفاضي والمليان، لأن فيهم اللي جابها من الصفر وما كانش بيملك جنيه واحد، ولا كان حتى معاه فلوس يشتري بيها لبس لنفسه زي الفنانة فيفي عبده، واللي بعد ما كانت معهاش تشتري بدلة رأس واحدة دلوقتي بقى عندها ثروة بتقول لو وقفت عليها هتشوف جنوب أفريقيا، وده من كبرها. يعني فيفي عبده عندها أكتر من 5 شقق في الإمارات، واحسبوا بقى الشقة هناك عاملة كام، وعايشة في فيلا عينك ما تجيبش آخرها، وقدامها أسطول عربيات بحاله من أقدم ماركة لأحدث موديل نزل. وكمان الذهب والألماظ اللي عندها أشكال والوان. ومش بس كده، دي كمان بالكيلوهات، لدرجة إنها في مرة خدمتها خدت منها 5 كيلو بحالهم. وغير الذهب والشقق والفلل، رصيدها في البنك معدي 30 مليون دولار. شوف انت بقى يا باشا دول عاملين كام بالمصري. واللي زيها الفنانة ياسمين عبد العزيز، اللي مرت بظروف مادية صعبة قوي من طفولتها بعد انفصال أمها عن أبوها، واضطرت إنها تشتغل في الإعلانات والتمثيل عشان تصرف على نفسها وعلى أمها وإخواتها الصبيان. بس كانت ناصحة وعملت حساب قدام، وبقت تستثمر فلوسها في العقارات والعربيات والذهب، لدرجة إنها من الناس اللي عندها أندر أنواع أطقمة الذهب. يعني تشوف طقم الذهب أو الألماظ عليها وما تشوفوش غير على 2 أو 3 بس في الوطن العربي كله. طب ثروتها في البنك كام؟ هقولك أنا، بس قولوا يعني ما شاء الله، لأنها معاها فوق ال 300 مليون جنيه. كمان ياسمين صبري عيلتها كانت ميسورة الحال، بس مش غنية بالشكل اللي هي بقت فيه ده. والحقيقة إن ثروتها جمعتها من ورا جوازتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مع شغلها في الإعلانات وكمان التمثيل. كل ده خلى ثروتها في البنك 7 مليون دولار. وأكيد مش محتاجين أقول لكم إن عندها عربية تمنها حوالي 9 مليون جنيه، ومفيش غير ناس قليلة اللي راكبة زيها، ده غير المجوهرات والشنط في البراندات اللي بالملايين. واللي تنضم لهم النجمة يسرى بعد ما كانت حالتها على القد، دلوقتي بقت ثروتها بالفن معدية 48 مليون دولار. أما بقى اللي اتولدوا في بقهم معلقة ذهب وكمان جمعوا ذهب وثروتهم بالملايين هي منى زكي، ودي بتنافس بثروتها أغنى رجال الأعمال في العالم، لأن عندها 3 مليون دولار. وزيها إلهام شاهين اللي جمعت ثروة فوق الخيال، بس للأسف خسرتها في أعمال فنية أنتجتها وما نجحتش. قولولي بقى مين أكتر واحدة صدمتكم في ثروتها؟